السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه الاخبار؟ كله تمام؟ طيب خليك معايا كده عشان هقول لك حاجه مهمه دلوقتي، وهنتكلم عن موضوع مهم قوي، وهقول لك حقيقه الاسواق ايه دلوقتي، اسواق السيارات. لان الموضوع ده ابتدى بقاله حوالي اسبوعين، يعني الموضوع ده جديد شويه. الاول كان في حاله هلع، والناس كانت في بعض الناس كانت بتشتري باسعار عاليه، وكانت بتشتري وبتواكب الزيادات الغريبه اللي حصلت في السوق، خوفا واصل احط فلوسي في عربيه دلوقتي واصلي بعد كده مش هعرف اشتري. ثم فجاه كده من اسبوعين ثلاثه ابتدى ما لن يصح الا الصحيح. يعني هتيجي وانا بقولها لك من اول الازمه. بص، صعب جدا انك تتكهن وسط ازمه ايه اللي جاي ده، يبقى اسمه هبد ويبقى اسمه خبط ويبقى اسمه رزع، وصعب جدا لان الازمه دي ازمه طارئه وازمه غريبه وازمه مفاجاه على العالم كله، وازمه لم يكن يتوقعها احد. تمام. الاشتباكات السياسيه دلوقتي والتناحر السياسي والازمات الاقتصاديه والتضخم اللي اصاب اقتصاديات عاتيه ما كانتش فاكره انها هيصيبها بالطريقه دي. امريكا نفسها في اول الازمه كانت بتنكر يعني ان الموضوع هيكون كبير كده، وان الفدرالي الامريكي ممكن يواجه الازمه دي برفع الفايده. لا، ما اعتقدش والكلام ده. ثم بعد كده تغيرت تماما. اعمل شير بس ولايك للفيديو ده الاول علشان اقول لك حقيقه الاسواق دلوقتي والتحليل المظبوط المنضبط. يعني بقالنا حوالي 3 أسابيع ابتدى يصيب الأسواق ركود، وهذا هو المنطقي وهذا هو الطبيعي ولن يصح إلا الصحيح. ودي ألف ب اقتصاد، تضخم، وتضخم عالي جدا على السلع، وتضخم عالمي مش تضخم محلي فقط. يبقى الركود قادم ثم الكساد، يعني او يعني زي ما بنقول كده ستنتهي حالة البيع والشراء تماما وستتوقف تماما، لان ده منطقي وده طبيعي. لاني عايزك تبقى فاهم ان يعني في علوم الاقتصاد كده لما بييجوا يوصفوا التضخم، علشان اقول لك كده وببساطة، التضخم بدون ما نقعد نتفلحس كتير هو زيادة اسعار. تمام. وزياده اسعار ما بتصيبش سلعه واحده، احنا يمكن بنتكلم على السلعه بتاعتنا اللي احنا بنفهم فيها العربيات، لكن عايزك تبقى عارف ان زياده الاسعار دي بتصيب كل حاجه، بتصيب الالكترونيات، السلع المعمره، الغذاء، الكساء، اللبس اللي انت بتلبسه، المواصلات، وسائل الحياه، وسائل المعيشه المختلفه، كل ضروريات الحياه، والادويه. يعني بتصيب ايه؟ بتصيب اساسيات الحياه. تمام. فلازم تبقى عارف ان ده ما بيأثرش بس على سوق زي سوق السيارات، لا ده بيأثر على كل وسائل المعيشه المحيطه بيه. بيجي منين بقى الركود التضخمي؟ تمام. وهو اسمه كده، يعني في علوم الاقتصاد الانفليشن ده بيبقى ركود مصحوب بايه؟ بالتضخم. تمام. يعني التضخم ده بيبقى لازم يصاحبه ركود امتى؟ لما زي ما بقول لك كده كل جوانب الحياه تتاثر وترتفع اسعار السلع، والاقتصاد العالمي يتاثر جامد جدا، ثم الاقتصاد المحلي، واحنا دوله ناميه زي ما انت عارف بيبقى التاثير زياده شويتين. فلازم تبقى عارف ان كل وسائل المعيشه المحيطه بيك، الدواء زاد، الغذاء بيزيد، الهدوم بتزيد، اسعار الملابس بتزيد، مصاريف المدارس بتزيد، مصاريف الجامعه بتزيد، ما فيجي بقى هنا التضخم، يوم يجي يصيب سلعه هي سلعه اساسيه. انا معاك ان السيارات سلعه اساسيه، لكنها ليست اساسيات تحسب مثلا كالدواء او كالغذاء او كالملبس او التعليم او الاهتمام بالصحه. يجي هنا بقى المواطن في اي دوله في العالم، وهذا ما يحدث غصب عنه، سواء بيعرف يقرا ويكتب، سواء ما بيعرفش يقرا ويكتب، سواء بيفهم قوي، لو معاه مبلغ يبتدي يحدد اولوياته، فيبتدي يصيب الركود ده ايه؟ السلع اللي مش هنموت من غيرها زي العربيات. فعايز اقول لك ان بقى لنا 3 اسابيع اسواق السيارات ضربت في مقتل. اللي كنت بقوله لك لابد ان نصاب بركود تضخمي. خليكوا بقى كده يا توكيلات السيارات، خليكوا شاطرين، وخليكوا يا موزعين والكلام ده، خليكوا اقعدوا ارفعوا في الاسعار وفرحانين، وخليكوا وصلوا العربيات لقيمه لا تستحق، خلوها سلعه مستحيله بعد ما كانت سلعه يمكن شرائها. حولوا السيارات دي لسلعه مستحيله. ما هو هقول لك ليه مستحيله، خلينا نتكلم بالمنطق كده، وخلينا نتكلم بالحسابات والارقام. لما كانت الهيونداي توسان قبل الازمه بتتباع ب 500 وب 600 كانت سلعه عليها كلام بندردش، لا يا جماعه قيمه مقابل سعر، لا العربيه لاول مره تيجي مصر بامان، لا مش قيمه مقابل سعر، انا ما ادفعش 600 في كوري، لا مش عارف ايه. كانت الخناقه كده. لما زادت بعد الازمه مباشره التوكيل بتاعها رفع سعرها مرتين وثلاثه ونزل لستين وثلاثه، رفع اسعار ووصل بيها ل 755، فضلنا نتخانق وجذب وشد برضه. معلش اصل في تحرك في العمله، اصل في مش عارف ايه، لا مش معلش ولا تستحق، ده دول من شهرين كانوا يجيبوا الماني ويركبوني مرسيدس. ايوه ما هو الهايبر انفليشن، بس ما هتقعد تشرح للناس، ما انا بحاول ابسط القصه بس. فانا قلت ان ايه، ان الانفليشن ده لازم يعقبه ركود يعني.
تمام. فعايزين نقول ان قعدنا دخلنا في جدال. لكن لما الان تصل التوسان مواطن محترم عايز ينزل من بيته يشتريها فما يلاقيش العربيه دي متاحه الا بمليون و100 ومليون و200، انت جعلتها سلعه مستحيله بعد ما كانت سلعه عليها نقاش. لان حتى المواطن اللي مستعد يضحي بمبلغ زي ده لن يقتنع ابدا انه يدفع في الكاتيجوري ده، انه يدفع في الكاتيجوري بتاع التوسان مليون و200. فانت خليتها سلعه مستحيله وسط بقيه مصاريف المعيشه اللي حصل لها الانفليشن ده واللي حصل لها التضخم ده، تمام. فالقصه اصبحت مستحيله. القصه اصبحت عامله ازاي؟ القصه اصبحت ان العربيه بقت سلعه فعلا مش اساسيه، مش هيموت من غيرها، لكن هو عايز يدفع مصاريف جامعه ابنه، عايز يدفع مصاريف المدرسه اللي زادت السنه دي وتضاعفت، عايز يدفع رسوم الباص، عايز يدفع الاكل والشرب، عايز يعمل الكلام ده كله. فانت خليت العربيه سلعه مستحيله. فاسواق السيارات، وانا بقول لك الحقيقه هو انا عارف الكلام ده، انا بعدي على موزع في القطاميه كل يوم كده وانا رايح وانا جاي، في عربيه والله العظيم ستروين سي 5 صعبت عليا. يعني العربيه دي التراب عمال ياكل فيها، كل يوم يحركوها من مكان هنا للمكان هنا. ليس هناك بيع او شراء او شبه متوقف، او النسبه اصبحت ضعيفه جدا ولسه هتصبح اضعف من كده. الموضوع رايح في قصة عنيفة لناحية الركود ثم الكساد، لازم يعقبوا الكساد. فلازم تبقى عارف ان الركود حتمي ويحدث الان. وعايز اقول لك انك لما تبص كمان في اسعار المستعمل وفي العربيات المستعمله، هتلاقي العربيات المستعمله عماله تتحرك كل يوم الاعلانات، وتنزل اعلانات جديده، والاعلان مره يطلع مميز ومره ينزل مش عارف ايه. حتى المستعمل توقف تماما. اللا منطق في التسعير والتضخم في التسعير الذي لا تستحق سلعه يجب ان يوقف البيع والشراء عليها. هذا هو الاقتصاد. والركود التضخمي ليس مصطلح مبتدع من عندي. ثم الكساد اللي هو توقف حركه البيع والشراء تماما، سواء في معروض ومطلوب او سواء ما فيش. ثم الكساد ده مش من عندي، ده يا جماعه اقتصاد وده منطق. والان اللي يقول لك ان في حركه بيع وشراء زي زمان يبقى بيشتغلك، بيحاول يعمل عليك افلام. طيب قرار البيع والشراء، تشتري امتى ما تشتريش امتى، الكلام ده كله. تنزل تشتري تجوان بمليون ونص، طب تنزل تشتري كودياك بمليون 800، طب تروح تجيب سوزوكي سويفت ب 420، ولا تجيب تويوتا بيلتا او سوزوكي سياس ب 500، طب تشتري ام جي زد اس ب 550، طب ينفع تشتري ام جي اتش اس ب 900؟ سامع الارقام اللي انا بقولها لك دي كلها؟ ده يخصك انت. انا كمحمود خيري لو بشتري في الليفل ده، لو بشتري تحت المليون او حتى سقف المليون، حد المليون، لن تقنعني عربيه واحده منهم ان سعرها منطقي. لو كنت مضطر بقى ده يخصك انت. يعني حضرتك انا قلت لك الاسعار قدامك اهو، لن ياخذ احد عنك القرار. حتى لما كان الناس بتقول لي زمان انت قلت للناس يا خيري، لا انا ما قلتش. خيري لن يقول الا الصحيح دائما وابدا. انا قلت للناس زمان ما ترضخش العمليه بلطجه وتشتري باوفر برايس، وهفضل اقول للناس ده طول العمر. لكن انا مش خيري اللي معاه فلوسك، تمام؟ انا خيري اللي بيقول لك الامور تسير ازاي من حولك. لو بتسالني من مليون، من 100,000 حتى مليون، ليس هناك سياره تستحق قيمتها. عايز اقول لك ان خيري نفسه كان بيدور على عربيه كده صغيره، محتاج عربيه صغيره يعني لاحتياجات كده معينه، تمام، لشغل والبهدله والكلام ده، غير العربيه الصيني اللي انا امتلكها، محتاج حاجه تانية. خيري ملقاش عربيه يشتريها. لكن حضرتك لو بتشتري فوق المليون ونص مثلا، انت رجل تعلم قرارك، وانت رجل لن يؤثر عليك زيادات والكلام ده. وكل السيارات فوق المليون ونص وب2 مليون كلها قيمه مقابل سعر. المرسيدس، البورشا، الجاكور، العربيات اللي انت بتشتريها كلها انت حر بقى وروح، ده ما عندوش مشكله يا جماعه. ده الزيادات هيعتبرها منطقيه. لكن انا بكلم المواطن اللطيف اللي احنا بنقعد نتخانق له، واللي من ساعه ما ابتدينا نتكلم في العربيات من حوالي 8 سنين بالظبط، المواطن ده احنا عاملين نتخانق له يعني، تمام؟ المواطن اللي هو بيمثل حوالي بالظبط 85 من 85 ل 90% من شريحه الاسواق، من ال 100 مليون. المواطن اللي بيشتري عربيات من 100,000 حتى مليون جنيه وهو مضطر. وكلمه مليون دي زمان كانت بيجيب عربيه محترمه، دلوقتي اتهزقت واتمرمطت. المليون دي كانت بتركبك اي 200 مش سي. مش هرجع بيك للزمن ده قوي. طيب المليون دي كانت بتركبك السي زيرو يعني، تمام؟ المليون دي كانت بتركبك الجي ال اي ويبقى معاه تشتري عربيه صغيره معاها. يعني تركب مرسيدس جي ال اي اللي كنا بنقول عليها الانتري ليفل بتاع مرسيدس، وتشتري عربيه صغيره جنبها هاتشباك ولا حاجه للبيت او للمدام والاولاد. المليون دي كانت بتعمل حاجات كتيره قوي يا جماعه. المليون الان لا تكفي سعادتك انك تشتري سبورتاج، تمام؟ المليون الان بتدفعها وتقسط 300,000 على السبورتاج.
المليون الان ما تكفيش انها تجيب لك عربيه 7 سيتس محترمه لو عندك عيله كبيره، بعد ما كانت بتجيب لك 7 سيتس وبعد ما كانت بتجيب لك الكودياك اعلى فئه السبورت ب 750,000 جنيه، ويبقى مع حضرتك 250,000 جنيه تجيب حاجه محترمه تتركب، عربيه سيدان منطقيه اقتصاديه تتركب. كنت بتجيب معاها بيجو 301 ولا تجيب معاها سوزوكي سياز ولا بتاع وكنت تمشي حالك. المليون الان اصبح ما يعملش ده، هناك مهزله. فلما تيجي تسالني اقول لك ليس هناك سياره تستحق قيمتها. انت لما بتنزل تروح معرض دلوقتي او بتروح عند موزع، انا اقول لك انت ما بتشتريش ليه؟ لانك مش لاقي حاجه تشتريها، هذا هو المنطق. فاللي يقول لك انزل اجري اشتري بيضحك عليك اليومين دول، بيضحك عليك. وهتقول لي طب ما هي هتزيد اكتر ويا استاذ محمود اللي كانت ب 600 وب 700 ودلوقتي بقت بمليون و200 تبقى ب 2 مليون. طب وهل هذا منطق؟ يا سيدي الفاضل هذا هو الكساد. ما هي مش هتتباع برضه، ما هو مش منطقي. ما فيش حد هيحط 2 مليون من مدخرات حياته، حتى لو العمله فقدت قيمتها، لو الجنيه فقد قيمته، مفيش حد هيحط 2 مليون في سياره كوريه، ما تقنعنيش، ولا في سياره صينيه اللي اصبحت بمليون دلوقتي. طب ما هو كده كده هتتساب، سواء بمليون 200 هي وصلت لحد الوقود التضخمي. لو بقت ب 2 مليون خلاص هذا هو الكساد. حتى الزبون الواحد او الاثنين اللي كانوا بيشتروها مره في الشهر مش هيشتروها ولا يعتبروا ناحيتها. طب ايه الحل؟ مفيش حل يا جماعه. العالم كله الان يعني انا عايز اقول لك ان حتى دول الخليج اللي كانت بمنأى تابعوا يا جماعه الشأن السياسي لانه له علاقه بالاقتصادي، ده مهم جدا جدا. دول الخليج اللي كانت بمنأى عن الصراعات والنزاعات دخلت على الخط لما منظمه اوبك بلس تعلن مع روسيا ان هم هيخفضوا انتاج البترول 2 مليون برميل، والسعوديه لوحدها هي وروسيا كل واحده فيهم 500 مليون برميل، يعني الاثنين لوحدهم مخفضين مليون برميل. يبقى دخلوا في صراع مباشر مع دول اوروبا ومع امريكا. ما حدش بقى فاضي لحد، العالم كله يتناحر الان، اقتصاد العالم كله. اطلع شوف امريكا بتقول ايه، بتهدد بعقوبات. وانت كعربي طبعا يعني ستتضامن مع الدول الشقيقه ومع الدول العربيه. العالم كله الان على خط الصراع. حتى دول الخليج اللي كنا بنقول هؤلاء الاخوه قاعدين على ابار البترول ولا علاقه لهم بما يحدث في العالم، مؤمنين وتمام، حتى دول هناك صراعات الان. فما تجيش تقول لي ايه الحل في موضوع العربيات. ما فيش حل، ما فيش حل الا ان الدوله لما تنتعش شويه ويتحسن حال الاقتصاد شويه. الروشته معروفه، افتح استيراد المستعمل، اسمح للمواطن المغترب زي ما محمود خيري مثلا بينحر صوته، وكتير قبل محمود خيري كمان، ما بنسيبش الفضل ليا، قالوا افتح لي المواطن اللي عايز ينزل بعربيه من بره، هذا من حقه، وهذا سيسري الاسواق، وهذا سيجعل اسواقنا افضل بكتير قوي. افتح له انه ينزل بعربيه بدون جمارك. افتح استيراد المستعمل، افتح استيراد الهايبرد المستعمل، وافتح استيراد البنزين المستعمل ل3 سنين فاتوا او لسنتين فاتوا، اسمح بده، وافتح استيراد الكهرباء المستعمل تاني بس. دي الحلول اللي على الشورت تيرم. الحلول اللي على اللونج تيرم لا حل لنا سوى الصناعه، تسديل العقبات، محاوله ان السوق ده يكبر. ليه لابد من وضع رقابه على سوق السيارات؟ لان الازمه بس مش ازمه انك تكسر الروتين والقوانين، ده جزء مهم جدا، القوانين اللي بتعرقل الاستثمار تمام، والقوانين الجامده والروتين والبيروقراطيه، لكن في جزء تاني اهم، تلك الشركات او الشركات السيارات دي تنظر للاسواق على حجمها، على قدر حجمها. عشان كده دايما كنت ارد من 4 و5 سنين على الناس اللي بتقول هو ليه توكيل فورد ما يديش في مصر توكيلين 3؟ هو ليه توكيل اوبل يدي منصور بس؟ وايه الاحتكار ده؟ يا سيدي الفاضل، انت حجم مبيعات سوقك في افضل تقدير لا تتجاوز 300,000 سياره ركوب على 100 مليون مواطن. انت مخدوع وتعتقد ان سوقك سوق كبير. لا، هو مش سوق كبير، هو حجم قوته الشرائيه ضئيل. الشركات دي بتنظر للحجم. حاول تكبر حجم سوقك ده، حاول تخلي الناس تقدر تشتري فعلا، حاول تخلي السوق ده افضل، حاول تضع مش رقابه انك انت تعمل تسعيره جبريه، ده ما ينفعش في اقتصاد حر، انا فاهم ده كويس، لكن حاول تخلي السوق ده فيه جزء من المنطقيه. حاول ان تضع مواصفه دنيا للسيارات اللي بتدخل البلد. ما تقبلش ان اي سياره تدخل البلد لابد ان يكون فيها على الاقل مينيمم 2 اير باج، ABS EBD تاير بريشر مونيتورنج سيستم، تمام. حاول تعمل ده، حاول تحسن من وضع السوق وظروف السوق، حاول تقضي على ظواهر زي الاوفر برايس وجشع التوكيلات بالتواطؤ مع بعض الموزعين. حاول تقضي على ده علشان المواطن في بلدك يقدر يشتري، وعلشان القوى الشرائيه ترتفع للمواطن. تقوم تيجي مرسيدس تحط عينيها على السوق المصري، تقوم تيجي اوبل تحط عينيها على السوق المصري، تقوم تيجي شركات مجموعه ستيلانس وBSA والكلام ده اللي بقت اكبر وعام واشمل يعني ستيلانس، تيجي تحط عينيها على السوق المصري وتصنع عندك عربيات كهرباء. حاول انك تكبر الحجم والقوى الشرائيه
المستوى، مستوى السوق وحجمه. فهي دي القصه كلها. فالروشته معروفه، واي حد مهتم بالشأن، ومش لازم يكون خبير ولا مش خبير، الخبير ده لقب انتوا بتمنحوه لنا، لكن اي حد مهتم بالشأن ويعلم عنه ودرسه كويس، الروشته معروفه والروشته سهله. لكن ده اللي احنا بنقوله دايما. انت تعمل ايه دلوقتي كمواطن؟ انت ما تعملش حاجه، انت قاعد تتفرج، وده الصح. هتعمل ايه؟ ايه اللي في ايدك تعمله؟ عايز تنزل تشتري؟ انا قلت لك الاسعار كلها دلوقتي اهي. لو انت مقتنع ان العربيات دي تستحق قيمتها، انزل اشتريها، انت حر. قرارك يخصك ويخص بيتك ويخص مدخراتك ويخص مالك. محمود خيري لن يمنعك، ومحمود خيري مش هيقول لك، محمود خيري هيقول لك مبروك. لكن محمود خيري بيقول لك هو لو مكانك وفقط مدخراته في حاجز او في زون ال 100,000 والمليون، هو مش لاقي اي عربيه تستحق قيمتها الصراحه. لما يلاقي عربيه تستحق قيمتها هيقول لك اشتري. ليه؟ عشان كده بنرشح احيانا مستعمل واحنا عاصرين على نفسنا ليمونه، اللي هو المضطر اللي بيشتغل، اللي عنده اولاد، اللي ما ينفعش، اللي العربيه دي ايده ورجله، فبنضطر نجيب له عربيه مستعمله لسه فيها رمق مقارنه بواقع الاسواق. لان احنا ما بننكرش واقع، الواقع مرير، ارتفعت اسعار السلع. فعشان كده ساعات بنحاول ندور على ترشيحات مستعمل للمضطر، لكن زيرو اقسم لك بالله. ويعني انا ما بحبش اقسم كتير، ليس هناك سياره. وده اللي قلته مع لميس الحديدي، وده اللي قلته مع عمرو اديب، وده اللي قلته مع تامر امين، وده اللي قلته مع المذيعه بتاعت المحور مش فاكر استاذه مين، وده اللي قلته في التلفزيون المصري، وده اللي قلته في اون تي في، وده اللي قلته في لايف تي في، وده اللي قلته مع كل الناس. ما السيارات الان لا توجد سياره زيرو تستحق قيمتها. وده اللي قلته في كل التحقيقات الصحفيه والمونتاج اللي اتعمل معايا واللي مش عارف ايه والكلام ده اللي قلته. فما فيش منطق في هذا، ان الان السيارات في السوق المصري الزيرو لا توجد سياره واحده تستحق قيمتها يمكن ترشيحها وانت ضميرك مستريح. هذا ما اقوله، ولا استثني سياره توكيل واحد، مع احترامنا للكل والكل على راسنا على الصعيد الشخصي، لكن سلعكم لا تستحق قيمتها. الفيديو ده مهم، اعمل له شير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، اعمل له كمان لايك علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وعشان الناس تعرف حقيقه الاسواق دلوقتي. الاسواق اصابها ركود بقاله اسابيع، والركود هذا سيتحول لكارثه. خليكم بقى فرحانين يا توكيلات، وخليكم نزلوا لسه زيادات، وادوا عربياتكم الموزعين يحطوا لسه اوفر برايس هم كمان، وخليكم فرحانين شطار. سلام عليكم.